صباح الفل. تعالوا نعمل كيلو كده قرص حاجة تجنن. معانا كيلو دقيق، ومعانا ذرة ملح، معانا معلقة كبيرة من السمسم، معلقة كبيرة من السكر، ومعانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة، وهنقلبهم كويس مع بعض كده. حاجة كده لزوم كوباية الشاي في العيد. ومعانا كوباية ونص سمن على زيت، سمن بلدي على زيت، اقسميهم براحتك، النص بالنص او كوباية سمن ونص زيت براحتك خالص. تمام. بسيهم كويس جدا جدا لغاية لما تلاقيهم في ايدك بقوا ناعمين وعاملين كده تقريبا زي الطحينة قبل ما تخلطيها بالمية. تمام. هتقلبي كده، بصي اهو بسيناهم حلو. معانا هنا بقى كوباية لبن رايب، نصها لبن رايب ونصها مية، او نصها لبن رايب والنص التاني شرش جبنة، الجبنة اللي هي القريش اللي معمولة في البيت، براحتك خالص برضو، بس المهم لازم لبن رايب. طب لو ما عندكيش يبقى تحطي كوباية زبادي على شوية لبن. هتحطي الكوباية كلها، تستخدميها كلها، وهتفضلي بقى تعجيني كويس أوي لغاية لما العجينة تنعم في ايدك. ما تخافيش وتقولي هتعمل عرق، ما تقلقيش. يلا نغطيها ومش هنسيبها تخمر. احنا هنشتغل بعد 10 دقايق بالظبط على ما نحضر التمر. طبعا التمر هنا كتير، بس انا عاملاه عشان هشتغل منه حاجات تانية. حطينا عليه كم معلقة كده من السمسم وشوية من القرفة، وحطينا عليه معلقتين 3 كده من السمن البلدي، وهنبدأ اننا نعجنهم كويس. هنا عجناهم وكل حاجة زي الفل. تمام. تقدري تشتغلي منه كحك، تشتغلي منه منين، اي حاجة. يلا كده ال10 دقايق عدوا. بصي اعمليها صغيرة كده علشان تبقى معاكي كده مقطقطة كده وصغننة خالص وجميلة. تمام. وهنبدأ كده ناخدها ندورها، وبعد كده نحطها في الصينية. ما تخليهاش رقيقة قوي ولا تخينة قوي. دي القرص المبسوسة، مش القرص الطرية. القرص الطرية بتبقى طرية كده وبتسيبيها ولازم تحطيها في الفريزر. دي بتبقى شوية عاملة زي القراقيش شوية، ولكن طعمها مع السمن البلدي مع اللبن الرايب يا جماعة حاجة فظيعة. بعد بقى ما خمرت كده، سيبناها خمرت. بعد ما شكلناها ناخدها نشرتها من فوق بالسكينة، او نحطها على، او نعملها بالشوكة. بصي الشكل، دخلت على درجة حرارة 390 فهرنهايت، خرجت بالمنظر الجميل ده ولونها موحد. شايفة الجمال؟ حاجة كده في منتهى الروعة. هي معمولة بكيلو دقيق يا جماعة. لو عجبتك الوصفة من فضلك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وجودكم بيفرحني جدا. شايفين الجمال؟ بصوا، عايزة اقول لكم تحفة مع كوباية الشاي. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. مع السلامة.